اسمع اللي ما بتصليش، اسمع اللي مزعل امك. انتوا عارفين حيوة ابن شريح دي يا مولانا كان افقه اهل الارض في زمانه، يعني بمثابة شيخ الازهر، وكان يقعد يعمل في المسجد كل يوم حلقة علم. انا عايزك توحد الله. ويجي له طلبة علم من جميع البلاد. خلي بالك اللي مزعل امك، تقوم امه كل يوم مش يوم، لا ده كل يوم تنظر وتنادى عليه يا حيوة. لبيك يا ام. تقول له قم فضع العلف للدجاج. بمثابة شيخ الازهر، اعلم اهل الارض في زمان. دلوقتي المعايل يوقف مع زملاته العيال بتوع البنجو، يا راجل وحد، العيال السمرسيه بتوع البنجو، لو امه ندهت عليه خد يا ابراهيم، ايه انت جاموسه، انت ما بتفهميش صحيح ليه؟ يقول لها كده ليه؟ ما هو مفهم العبد ان امه بتتكلم انجليزي. ما توحد كده، ما بيحصلش والله، بيحصل وانتوا عارفين كده. دي عالم امه بتقول له حبكت، يعني دلوقتي يعلف الفراخ، ما تستني ساعه، لا قوم يعلف الفراخ، خلي بالك. فواحد قال له ما توحد كده، طلب، قال له خليك انت يا مولانا وانا هقوم مكانك. قال له هي امي ولا امك؟ ما هو عارف ان ربك رقيب. تقوى هنا اهي، زي ما قال سيدنا النبي التقوى ها هنا، مش كلام في القلب. قال له امي ولا امك؟ قال له امك. قال جلوسي بين يديكم نافلة، يعني سنة، اما خدمتي لامي فهي فرض.